في المنطقة دي كان في مطلع لمحور 26 يوليو من شارع جامعة الدول العربية واتشال. وفي المنطقة دي كمان كان في مطلع تاني، أما في المنطقة دي اتعمل منزل جديد على محور 26 يوليو ينزلك على شارع أحمد عرابي مباشرة. أهلا وسهلا بكم، أنا مصري ودي قناتكم قناة مصري، بنقدم فيها من على أرض الواقع التغيرات اللي بتحصل داخل جمهورية مصر العربية. كان من المفترض كمان ان قدام المسجد هنا كان في طلعة تانية، والطلعة دي برضو كمان تم ازالتها لتوسعة المحور. فلو انت بقالك كتير برا مصر او ما بتمشيش في المكان ده، هتلاقي ان في تغيرات كبيرة جدا هتحصل في المكان، هنشوفها كلها مع بعض. ومن اهم التغيرات دي هو الكوبري اللي احنا شايفينه هناك ده، المنزل الجديد اللي جاي وبينزلك على شارع احمد عرابي، اضافة الى التوسعة اللي احنا شايفينها للمحور القديم. يعني المحور القديم تم توسعته وتم انشاء المنزل دوت اللي بيجيبك على طول من محور 26 يوليو. لو انت جاي شارع احمد عرابي، يعني اصبحت مش هتنزل في شارع احمد عرابي في الاول خالص، لا ده انت هتنزل في عمق شارع احمد عرابي بعد ما يكون عدينا الدوران الاولاني، وده علشان خاطر يوفر ويقلل من الزحام والاختناق اللي كان بيبقى موجود في المنطقة دي. بصراحة شابوه للتطوير، شابوه للتخطيط، ده مش للتخطيط، ده لإعادة التخطيط، لأن الحاجات دي من المفترض إن إحنا كبلد كبيرة جدا كانت تبقى معمولة من زمان، ولكن إعادة التخطيط اللي موجودة دلوقتي في أغلبية شوارع مصر حاجة تدعو إلى الفخر وتؤكد على إن مصر رايحة في مكان كبير إن شاء الله. طبعا شارع أحمد عرابي شكله حرفيا اختلف، يعني الحديقة الكبيرة اللي كانت موجودة في منتصف الشارع دي انتهت خلاص، فانت مش هتشوفها، وبقت من الذكريات. لو عندك صورة قديمة هتشوفها كأنها